الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يا رب صل على النبي المختار ما غرد الأيك في ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله ما مالت الأتلات من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وصحبه ما كوكبا في الجو قابل كوكبا. يا رب صل على النبي وصحبه ما لاح برق في الأباطح أو قبا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. يا رب صل على النبي وصحبه ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلى وسلم ذي الجلال عليك يا من نور وجهه يشق الغيهبا. صلى وسلم ذي الجلال عليك ما أحلاك ذكرا في الفؤاد وأعذبا. صلى وسلم ذي الجلال عليك ما أكرمك في الرسل الكرام وأطيبا. بالله يا متلذذين بذكره، بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه وسلموا وأوجبوا المطلبا. صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن إليه وأفصحت الضبا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلام وتبلغون المطلبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم يوم يبلغ كل طفل أشيبا. صلوا وسلموا وترحموا وولدوا حوض الكوثر مشربا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا ومعلمنا وحبيبنا ونور أبصارنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نتكلم اليوم عن منة الله علينا حينما بعث لنا محمد، وها نحن في شهر المولد، في أيام مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نذكركم ونذكر أنفسنا بفضل الله علينا حينما بعث لنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فبالتدريج نأتي آية آية. في سورة البقرة استجابة لدعاء نبي الله إبراهيم. في الخطبة الماضية قلنا إن أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قد بعث لنا سلاما مع نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال يا محمد اقرأ أمتك السلام وقل أن الجنة فيها قيعان كثيرة وغرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم في سورة البقرة يدعو لهذه الأمة أن يبعث لنا رسولا يقول عليه الصلاة والسلام على لسانه الله سبحانه وتعالى في القرآن: ربنا، دعاء النبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. يدعو إبراهيم عليه السلام
أن يبعث لنا الله رسولا من أنفسنا. في آل عمران، في سورة آل عمران، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة أخرى من أنفسهم، يعني من أغلاهم، من أحسنهم، وفي قراءة من أنفسهم أي منهم، وفيهم ليس غريبا، ليس بلسان آخر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ليتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، يعني فضل من الله، منة من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليخرجهم من عبادة الأوثان والشرك والدناءة وكل شيء إلى عز التوحيد، إلى عبادة الله الواحد الأحد. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في سورة التوبة. ثم في سورة الفتح يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكان الله على كل شيء شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم. وللأسف الشديد أصبح أمة محمد أشداء فيما بينهم، أذلاء للكفار، رحماء بالكفار. هذا ما يفعله اليوم الكثير من حكام العرب أو المسلمين أو العالم الإسلامي من الدناءة والضعف، حينما يكون أشداء على أمة محمد ورحماء وأذلاء على أعداء الله وعلى أعداء أمة محمد. نجد فلسطين وعراق وسوريا والمصر واليمن والكثير من دول الإسلامية، أما بورما فحدث ولا حرج، القتل والجوع والتعذيب والتشريد، وليس هناك من يستجيب. وحينما احترقت إسرائيل نجد حكام العرب أخزاهم الله يتبرعون ويساعدون، وغيرهم من الحكام يساعدونهم بالتبرعات وبالأموال، ينسون قول الله: محمد رسول الله والذين معه رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
مغفرة وأجرا عظيما. هذه صفة محمد رسول الله والذين معه. ما هو صفتهم؟ رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. في سورة المائدة حينما يقول الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبون، يصف المؤمنين أعزة على الكفار أذلة على المؤمنين. المؤمنين إن كنت من أمة محمد يجب أن تكون رحيما لينا مع المسلمين وشديدا غليظا في بعض الأحوال لا في كل الأحوال مع الكفار. وفي سورة الصف يقول الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والآيات كثيرة يا عباد الله. أما بعض الآيات التي يقترن بحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهذه الأمة في أواخر سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قلنا من أنفسكم تقرأ بقراءتين، من أنفسكم أي من عندكم، ومن أنفسكم أي من أغلاكم، من أحسنكم، من أرفعكم مقاما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه أي شديد عليه، يكون في غم وهم إن كنتم في غم وهم، يوجعه ما يوجعكم، يؤلمه ما يؤلمكم، حريص عليكم بالمؤمن، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، كحرص الوالدين على الطفل، كحرص الأب والابن على طفلهم، يبعدكم عن الخطر، يبعدكم عن النار، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. وصورة واحدة من صور حب النبي لهذه الأمة لكي لا أطيل عليكم. قرأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم حينما يقول نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام قرأ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن عصاني فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي من تبعني فهو معي يا رب، أما من عصاني فأنت حر تعذبهم ترحمهم إنك غفور رحيم. ثم قرأ قول عيسى في آخر صفحة من سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأ هذين الآيتين ثم بكى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل اذهب يا جبريل إلى محمد وقل ما يبكيك يا محمد والله عليم خبير يعلم لماذا يبكي محمد. ولكن الدروس لنا لكي نتعظ ونأخذ الدروس. الله عليم خبير لا تخفى عليه خافية، فإنه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء.
اذهب يا جبريل إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقل ما يبكيك يا محمد، ما يبكيك يا محمد؟ أتبكي على الدنيا؟ أتبكي على الأموال؟ أتبكي على فلان وعلان؟ أتبكي كما تبكي أمتك اليوم على مباريات القدم وعلى الفنانين وعلى الأمور التافهة؟ أتبكي يا محمد لأنك اتبعت اليهود والنصارى؟ اذهب إلى محمد وقل ما يبكيك يا محمد. يأتي جبريل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يبكي: يا محمد السلام يقرئك السلام، ما يبكيك يا محمد؟ قال: أبكي على أمتي، أبكي على أمتي، أمتي أمتي. فيصعد جبريل إلى السماء إلى الله العلي القدير، والله عليم خبير يعلم. يا جبريل لماذا يبكي محمد؟ قال: يبكي على أمته. يا رب يبكي على أمته، يبكي علينا نحن العاصون المذنبون، يبكي علينا يا من تركنا الصلاة، يا من تركنا الزكاة، يا من اتبعنا اليهود والنصارى. أبكي على أمتي. قال: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واقرأه السلام وقل له: إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نبي الله إبراهيم يقول: من تبعني فهو مني، أما الباقون أنت حر يا رب. عيسى عليه السلام يقول: إن تعذبهم إنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. أما الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي وصفه الله: حريص عليكم، يبكي من أجلنا، يبكي على أمة محمد، ولا يعلم ماذا أحدث أمة محمد من بعده. تركوا تسمية الأسماء باسم محمد، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أصبحوا يسمون الأسامي بأسماء الممثلين ولاعبي كرة القدم. حينما تجد جنسيات مكتوب وهو مسلم الاسم ميسي وهذا رونالدو وهذا ما ايش اسماء غريبة على لاعبي كرة قدم، وهو من أمة محمد، ويوم القيامة يريد الشفاعة من أمة محمد، وهو قد ظلم ابنه، لأن من حق الولد على الوالد أن يسميه تسمية جيدة وطيبة. أحد الناس أعرفه شخصيا كانت امرأته حامل ورأى في الرؤيا أن تسميه أحمد أو محمد. أتدرون ماذا سماه؟ سماه ميماتي، ليس لاعب كرة قدم، اسمه ممثل في أحد الأفلام. والله الذي لا إله إلا هو لم يطل 4 أشهر وقد مات الولد. ولا نقول الأقدار قدر، ولا نقول السبب هو الاسم، ولكن عار على من يتبع أمة محمد وهو يدعي الإسلام أن يسمي بهذه التسميات، أن يسمي بهذه التسميات. لماذا تبكي يا محمد؟ أبكي على أمتي. الحديث رواه مسلم. إمام دارا خوش بسار إما لماني مولودين بس ولكن لا زمانك كون تركوا يستخلافك هيا هندي خلق عليها مولود بدعية ولزانا يمو أصل أساسي نيو بلنبر أوانيش هندك علماء وزانايا لترافيها وكو يكونوا قرستريش عليهم أجر كفر وشرك وبدعة وضلال تانميتو خلقي تبكي ربكنو موعدتي أبيت جواسي هيا باسي أواناكين بلن باسي فضلي أواكين كفاي قورا شون من نتي كردس الإيماء
پێغەمبەرێکی بۆ ئێمە ناوی محەممەدە کە خەڵکی لە تاریکایی بوو، خەڵکی لەکرد لە تاریکایی بۆ ڕۆشنایی، خەڵکی بەندایەتی بەندی ئەکرد، بەڵام خەڵکی دەرکرد لە بەندایەتی بەندێک بۆ بەندایەتی خۆی گەورە، خەڵکی لە تاریکی شرکۆ دەرکرد بۆ ڕۆشنایی و ڕووناکی تەوحید و لا ئیلاهە ئیلا الله. یەکەم ئایەت لە سوورەی بەقەرە کە دوعای پێغەمبەر ئیبراهیمە خۆی گەورە وڵامی ئەداتەوە و ئەبێتە فەضڵ و مننەتێک بۆ ئێمە ئیبراهیم داوا ئەکاتە خوا. حەفتەی پێش وتمان ئیبراهیم کاتێک پێغەمبەر ئەڕاتە عەسمان ئەڵێ یا محەممەد سەڵام بکە لە ئوممەتت، پێیان بڵێ جەنە زەوی و عەرزی زۆرە و بە دارەکانی بە سوبحان الله و والحەمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ئەندێنە چاوەوە. ئەمجا دوعای خێرمان بۆ ئەکات ئیبراهیم، خوای لێ ڕازی بێت. ئەڵێ خوایە ربنا وابعث فيهم، خوایە بۆ ئەو ئوممەتە پێغەمبەرێک لە خۆیان بنێرە لە تاریکی دەریان کا بۆ ڕۆشنایی، لە جەهالەتەوە فێری کتاب و حکمەت و پاکیان بکاتەوە، تەزکیەتیان بکاتەوە لە دڕندی، لە خراپە، لە شرک و لە کوفر و لە حرام خواردن و لە هەموو شتێک بۆ باشی. اینجا لە سوورەی ئالی عیمران خوای گەورە فەضڵ و منەت دەکاتە سەر موسڵمانان ئیمانداران. ئەڵێ خوای گەورە من و فەضڵی کردە سەر ئێوە کە پێغەمبەرێکی لە خۆتان بۆتان ناردە لە جەهالەتەوە پێکانی کتاب و حکمەتتان بکات و کە کاتێک ئێوە لە تاریکی بوون و ویستان نازانین. لە سوورەی جومعەیە هەروەها بە نەفس مەعنا و بە نەفس شێوە کە خوای گەورە فەضڵمان لەسەر ئەکات پێ پێغەمبەرێکی بۆ ئێمە ناردووە. ئەو پێغەمبەرە کە ڕەحمەتێکە بۆ عالەمین. خوای گەورە لە سوورەی تەوبە ئەڵێ لەقەد جاءەکم، کەسێکتان بۆ هات ئێوە، کەسێکتان بۆ هات لە باشترین کەسە لە ئێوە، پلەترین کەس، بەرزترین کەسە لە پلە و لە ئەخلاق و لە بنەماڵە لە هەمووتان گەرانتر و قورستر و گەورەترە لە خۆتانە. زۆر لەسەر ئێوە ئەترسێت، هەموو غەم و وریابوونی ئێوەیە، چۆن ئێوە نەجات بدات لە دۆزەخ بۆ جەننەت، چۆن ئێوە لە تاریکی نەجات بدات بۆ ڕووناکی، لە خەرابە نەجاتان بدات بتانوات بۆ چاکە. حەریصون عەلەیکم، زۆر بەبەزەیە لەسەر ئێوە، زۆر لەسەرتان ئەترسێت، وەکو چۆن دایک و باوکێک کاتێک منداڵێکیان هەیە چۆن وریای دەبن لەسەری ئەترسن، هەرچی باش بێ بۆی ئەکەن. ئەو پێغەمبەرە وایە بۆ ئێوە بالمؤمنين رؤوف رحيم، بۆ ئیمانداران زۆر خاوەن بەزەیی و ڕەحمەت و ڕەفەت و بەزەیی و لێبوردنە. دوای ئەوە خوای گەورە لە چەندەها سوورەت فەضڵ و منەت دەکاتە سەرمان کە خوای گەورە خۆی پێغەمبەرێکی بۆ ئێمە ناردە بە حەقە، بە کتابەوە و بە سونەتەوە لەبەر ئەوەی بێتە یەکەم ئاین لەسەر عالەمە، ليظهره على الدين كله، بێتە یەکەم ئاین. هەموو ئاینەکانتر لەجێر ئەوە بەحەسێنەوە و بتاوێنەوە. سێ جار ئەو ئایەتمانە بۆ ئەڵێت، دوو جار لە ئاخیرەوە ئەڵێت وەلەو کەرِهە المشركون، ئەگەر چەندێک کافران و مشرکان پێیان ناخۆش بێت خوای گەورە سەربەرزی محەممەد و دینی ئیسلامەکە. لە دووەمیانە ئەڵێ وەکەفا بالله شەهیدا، خوای گەورە شەهیدە لەسەر ناردنی محەممەد و بەرزبوونی ئیسلام. اینجا وەسفمان بۆ ئەداتەوە محەممەد رەسوول الله، محەممەد رەسوول الله، ئەڵێ محەممەد پێغەمبەری خوایە. وەسفی ئەوانەشمان بۆ ئەداتەوە لەگەڵی محەممەدن، ئەڵێ ئەشداء على الكفار، ئیمانداران زۆر تووڕەون لەسەر کافران، نە لە هەموو زەمانێ و لە کاتێک، بەڵام هەر کاتێک کافران و منافقین بەرامبەریمان کراوەیان کرد و میلەی فتوفات و چاویان بەمەکەن ئەبێت ئەمە زۆر تووڕەویت بەرامبەریان. ڕوحەماء بەینەهم، لەبەر خۆیانە زۆر ڕەحمەتدارن، زۆر بەبەزەیی و بەسۆزن لەبەر یەکتر، یارمەتی یەکتر ئەدەن. تراهم ركعا سجدا، شەو ڕۆژ نوێژەکەن و عیبادەتەکەن و تەماشای دەمچاویان بکەن، نوڕا لە ناو دەمچاویانە. سیماهم فی وجوههم، ئەوە لە تەوراتەوە باس کراوە، لە ئینجیلا وەکو دانە
زرعێک کە کاتێک تۆ تۆمەوێشێنی هەڵێکی لێ دەرەچێت جوان تۆزە گەورە بێ بەڵای بەرزە بێتەوە سەوزە بێتەوە جوانە بێتەوە دڵی هەموو فەلاحەکان لێ ئەوە مەسەلی ئیمانداران و خۆی گەورە وعدی دایە پێمان لە ئاخرەت ئەژ و پاداشتێکی زۆر گەورەمان پێ بدات. پێغەمبەر زۆر بە سۆز و ڕەحم بوو بۆ ئێمە باسی یەک چیرۆکی بۆ ئەگەین لەبەرەوەی کە لە قورئانە چەند ئایەتێکەیە پێغەمبەر کاتێک ئایەتێکی خۆنستەوە کە ئیبراهیم عەلەیهی سەلام باسێکات ئەڵێ خوایە ئەمانە خەڵکێکی زۆریان لەڕێ دەرکرد وەکو چۆن ئەمڕۆ هەزارەهان حزب و لاین و نووسینگە و منظمە و نازانشت هەمووی تێر خەڵک لەڕێ دەربکەن ئەوانیش ئیبراهیمیشی یا ڕەبی ئەمانە خەڵکێک زۆریان لەڕێ دەرکرد إنهن أضللن كثيرا من الناس هل كسي يا ربي كوت شوان من كانواني من قد بريا هو أتباعي من أو أنا منا وهل كسيش لمن دورا وكوت بقصي مني كنت معصية مني كنت أو تو يا ربي تو خوا يعني تو آزادي أقل سزايا نديد ويا رحم يا بخير عيسى عليه السلام لا أخير لا قرر سورين معيدة همها أريد يا ربي أجل سزاء نديد وعذاب نديد بندي خدن وعبادي خواني تو أحكم الحاكمين أجل اشرح من أهلي فتو إنك أنت العزيز الحكيم خاوان عزته مقدرته قدرته ده صلاة ده مشتك بدا صدا بلان بيغنبني نازالي إيما وينكر نعم كاتي أردو آياتي قواني زور كيرا بفرميس يا أجيل اسماء جورا أغايلي محمد بو أجيل قلتي جبريل بو بلاي محمد بيبلي بو أجيل خواهي جورا باش سداني بو أجيل لها مشتك خبري هيا وأغدارا عليد موليني رش لشيرجي تاليد لجير برا لجير عرزة موليني كلمك لجير زوية بوتا لكاية خواهي جورا أغايلي برو بلاي محمد بيبلي بو أجيل هاد بلاي محمد جبريل وجي خواهي جورا بو أجيل وجي بو أمة أجيل أبكي على أمتي بو أمة أجيل بو إيما أجيل بل هزار وتواصل سيوهش صالة محمد بو إيما أجيل زياتريش ولا زانيت إيما ندوايا وشي مالكر خلقي زور وازي لنيوشاوت خلقي زور كوتو تشوين يانيو أوي كوتو تشوين طارو أوي كوتو تشوين مسلسل وفيلم أوي كوتو تشوين غربوا نازانيت أمتي محمد أمرو كاتع بتايبت لكردستان إيما ببين الخواجي لمن كرد كاتع ناوتنا محمد هو أم ناوت شن قديمة ناوتنا عمر هو شن قديمة ناوتنا عائشة وناوي إلى جنة أنا ناوي أمانتها أنا كخير الأسماء ناوي عبد الله دنا هو بيرين عبا عبد الرحمن كخوشترين ناو لا يفاق ولا عبد الله وعبد الرحمن بيرين عبا ناوي لقيان دومان هاورد كزوري ناوي الكفرة خلقي ناو شارون أو ناو بوش أو هامانو أو مسيو أو نيماتيو أو نازانكي هندكا لا أو عليك يا ليكنو دجاجيكنو استعدادا جميل بموقف وين بدن بس ناوي فلان يا ليتشينيرن وينيرن بلان كاتك قوي محمد مش لسر محمد نازانا تفاصيل كامل لسر يا نظامك يا نسل ممثلك يا نسل قراني بيجيك أزامل بلان نازل محمد كا قولتين كسر بشرياتها تاكو وش قيامت بشايتي كاكو مسلمان نيوتي دي نازل وزي ما ناوي محمد وأحمد هاوردو أو ناوي لكان بو أو كسير أجيرين والله شاعري أولين أبيت بشمان من القمانوة كاتي أبي سين في غنبر قالت الله الله شنبيري بلا كان مكان الله الله لقد اشتقت إلى إخواني أو لسنا إخوانك يا رسول الله صحابة لين آية لا يكوني في غنبروتنا يا صحابي منن إخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني بالأقاني من لدوري من أوتيان من النبي والله إيمان بنتيان حيفا